تعالوا النهاردة بقى هنعمل بسبوسة الأكياس وهخليكم ازاي تعملوها وتطلع معاكم زي بسبوسة المحلات بالظبط، وهظبط معاكم المقادير وهظبط معاكم كمان السيرم بتاع البسبوسة. بس مبدئيا كده ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة، ويلا كملوا معايا الفيديو. مبدئيا كده جبت كوباية مية مع كوباية سكر وحطيتهم على النار، وبعد كده فتحت الفرن بتاعي على درجة 180. دي اول حاجة انا ببدأ بيها. بستخدم بقى كيس البسبوسة ده، والنوع ده بالذات اللي هو اسمه بسبوسة، وكوباية زبادي تكون بدرجة حرارة الغرفة، وكمان بستخدم معلقة صغيرة من البيكنج باودر وفانيليا. انا بستخدم السائلة وفانيليا كيس علشان تديني طعم قوي، وكمان 100 جرام من السمن. بسخن السمن لو هي عندك مش دايبة بسخنها على النار في الصينية اللي انا هستخدمها اصلا مقاس 26 علشان تسيح كمان، وادهن بالمرة اكون دهنت الصينية. فضيت الكيس بتاع البسبوسة ونزلت عليها بالسمن، وما يكونش سخن قوي، يعني مش مثلا من على النار تحطيه، لا بسيبه يبرد شوية عشان ما يبقاش سخن. وبعد كده ببدأ ان انا ابس البسبوسه، هي بتتسمى كده، ان انا اقعد اقلب فيها كتير جدا. ودي اهم خطوه في عمايل البسبوسه، انك انت تتاكدي ان السمن دخل في كل ذره من البسبوسه، اتغلفت بالسمن دي. فبقعد ان انا اغلف كده، او اقعد ان انا ابست في البسبوسه لمده 5 دقايق. وبعد كده هبدا ان انا احط عليها علبه الزبادي بتاعتي، تكون بدرجه حراره الغرفه، يعني ما تكونش طالعه من التلاجة. خلي بالكم دي برضو تركايه مهمه جدا، ان الزبادي ما يكونش ساقع. وهفضل ان انا برضو اقعد اقلب كويس جدا. اهم حاجه في البسبوسه انك تقعدي تقلبي كويس جدا 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 جدا. دي اهم خطوه. اقعدي من 10 دقايق، كمان من 5 دقايق 10 دقايق، ما تزهقيش. خديها واقعدي على كرسي واقعدي قلبي فيها. تمام. ونزلت بقى بمعلقه صغيره من البيكنج باودر عندي، كان اخر الكيس خلاص ففضيته كله. وهبدا ان انا اقلب، وكمان هقعد ان انا اقلب كويس جدا جدا. تمام. دي اهم خطوة بقى. هنا بقى انا كنت فصلت بقى الفيديو وقعدت وخدتها وقعدت ان انا اقلب فيها كويس، بصوا، لحد ما بقت كده. بعد كده هنزل احطها في الصينية بتاعتي، وهحاول ان انا اسويها بقدر الامكان. وبعد كده هخبط الصينية كام خبطة كده على الايه، على الرخامة، بحيث ان هي تتفرد كده، يعني لو في اي حاجة هوا او اي حاجة تتفرد معايا. وبسيبها 10 دقايق ترتاح خالص قبل ما تتحط في الفرن. ودي خطوة مهمة جدا ان هي ترتاح علشان تديكي نتيجة احسن كمان. لكن لو مش عايزة ترتاح خلاص مش مشكلة، تقدري تحطيها برضو على طول، مش هيحصل اي حاجة. بصوا بقى طلعت مستوية خالص ازاي. هنا انا كنت نسيت اقول لكم برضو ان السيرم بتاعي اول ما يغلي هسيبه 5 دقايق، واقعد اقلب فيه كده كويس واقفل عليه، بحيث ان هو عقبال ما احط البسبوسة وتطلع يكون هو بقى دافي. واول ما المسبوسه بتاعتي تطلع من الفرن هبدا انزل على طول بالسيرم بتاعي على البسبوسه على طول، ما بستناش عشان تعمل صوت التش وتطلع بالجمال والطعامه دي. بجد المقادير دي مظبوطه، والطريقه ديت وصلت لها بعد سنين بجد، يعني تجارب. اشوفكم بقى في